سمعت قبل كده عن المنهج السقراطي أو عن مدينة أفلاطون الفاضلة أو تعرف إيه عن المنطق؟ تعالى نعرف مع بعض إيه الحكاية. السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وضحنا في الحلقتين اللي فاتوا بشكل مختصر مصادر وإمكانية المعرفة، وأثبتنا الذات والوجود الخارجي. ولو حضرتك أول مرة بتشوفنا، فهدف السلسلة دي محاولة لفهم العالم وما يدور فيه بغرض معرفة كيفية التعامل معه والإسهام فيه بشكل جيد أو بشكل إيجابي. وإحنا حاليا في مرحلة التأسيس وبناء الجهاز المعرفي اللي هيساعدنا في عملية الفهم. قلنا إن أول حاجة بيقابلها الإنسان منذ لحظة ولادته هو العالم الخارجي. مع تقدم العمر والفضول بيحاول يفهمه ويعرف إزاي يتعامل معاه. وقديما كان تفسير العالم المادي والتعامل معاه معتمد على قليل من العلم وكثير من الدين والسحر والتكنولوجيا. وقبل ما نكمل محتاجين نوضح بعض المفاهيم. الأول، المقصود بالعلم في الجملة دي هو معرفة جوهر الأشياء وحقيقتها. وتعريف العلم في العصر الحديث هو اعتقاد مبرهن وصحيح في الواقع، ولو الكلام مش واضح حاليا فهيتضح مع الأمثلة إن شاء الله. والتكنولوجيا هي التقنية المستخدمة لفعل الأشياء. وقديما كان الاهتمام بالتكنولوجيا أهم من العلم. على سبيل المثال للتوضيح، معرفة كيفية زراعة الأرض كان أهم من معرفة ليه لما بتزرع الأرض بتطلع نبات، وإزاي النبات بينمو وبيطلع ثمر. وبعد انحراف البشرية عن التوحيد بدأت التفسيرات للظواهر تكون مبنية على اعتقادات دينية خاطئة وعلى السحر، مثلا وجود آلهة مختلفة لكل حاجة، زي إله للنبات وإله للبحار وإله للحرب وإلى آخره. وعلاج الأمراض كان عن طريق استخدام التعويذ والسحر والإيمان بوجود قوة سحرية تحكم الكون. ونقدر نقول إن أول فئة من العلماء بخلاف الرسل والأنبياء طبعا هم الكهنة والشمانات ورجال الدين، ودول اللي كانوا بيعالجوا الناس وبيحاولوا يفهموا القوى السحرية اللي بتحكم العالم. والكلام ده ما انتهاش في العالم القديم فقط، بل ما زال مستمر لوقتنا الحالي. ولكن خلينا نرجع لموضوعنا. اكتشاف الزراعة ساعد الإنسان على الحصول على الغذاء بشكل أسهل وتخزينه لمدة أطول، وبالتالي أتاح له وقت فراغ أكبر للتأمل والتفكر في الوجود. وكان أهم المجالات العلمية قديما هي الحساب والفلك والطب. ولأن عقل الإنسان ما يقدرش يفضل من غير تفسير للواقع من حوله، بدأ انتشار الأساطير، وبدأ بعض الناس تفكر في الفصل بين الحقيقة والأسطورة. وبدأ ظهور أشخاص بيحاولوا يفسروا الظواهر الطبيعية بأسباب علمية بعيدا عن السحر والأساطير أو الغيبيات عموما. ورغم وجود حضارات قديمة زي الحضارة المصرية والبابلية والهندية والصينية، إلا أن أول دراسة مسجلة للظواهر الطبيعية بشكل علمي يرجع لليونانيين، بالرغم من براعة الحضارات الأخرى في مجالات المعرفة المختلفة من رياضيات وفلك وطب. والمقصود باليونانيون هم الأشخاص اللي كانوا بيتكلموا وبيفكروا باللغة اليونانية، ومش شرط يكونوا من اليونان، بل أن أكثرهم درس على أيدي الكهنة في مصر القديمة وغيرها. وأول واحد مسجل عندنا إنه حاول يفسر الظواهر الطبيعية بالطرق العلمية المنطقية كان فيلسوف اسمه طاليس، ولد في مدينة تقع على سواحل تركيا الحالية. وأما أفكاره إن الماء هو العنصر الأساسي لكل شيء في الكون، وإن الأرض تطفو على الماء. وعنده كان العقل هو مصدر المعرفة، وكان يرى أن الحكمة تكمن في فهم الأسباب الموجودة وراء الظواهر الطبيعية. ومن هنا كانت البداية المعروفة للعلم. ويعتبر طاليس هو أول من استخدم العلم بشكل رأسمالي في قصة مشهورة عن زيت الزيتون. وفي حقبة طاليس ظهر فلاسفة تانيين قالوا لا، الهواء هو الأصل، وغيرهم النار هي الأصل. وكل واحد من طاليس أو غيره كان له أسباب منطقية في استدلالاته، مش مجرد رأي. وفي الفيديو ده مفيش مجال لذكرها. بعد طاليس جه تلميذه أنكسماندر وقال لا، الماء مش هو أصل كل شيء، ولا الهواء ولا عنصر منفرد بذاته هو الأصل. وكان أول واحد يتكلم عن مفهوم اللانهائي. وكانت نظريته بتقول إن البداية كانت كتلة لا نهائية واحتوت على العناصر الأساسية اللي اشتقت منها المادة، وإن المادة بتتكون من الهواء والماء والأرض والنار. وظلت النظرية دي مسيطرة في العلوم الطبيعية ل2000 عام تقريبا. وكان في رأي للفلاسفة الصينيين إن المادة بتتكون من الماء والمعادن والخشب والنار والأرض. بعد أنكسماندر جه واحد تاني اسمه ديموكريتوس وقال إن أصل المادة هي الذرة، لكن نظريته مش هي الذرة المعروفة في الوقت الحالي. وكان يعتقد إن أنت لو قعدت تكسر المواد هتوصل في الآخر لحاجة اسمها الذرة اللي أنت مش هتقدر تكسرها. وكده أكيد حضرتك لاحظت إن في مدارس مختلفة. وظهر هنا سؤال اللي هو ما طبيعة المعرفة. وهنا لازم نوضح اللي نقصده بكلمة المعرفة، وهي إدراك الشيء على ما هو عليه، يعني بمعنى تاني إدراك حقيقة الأشياء. وظهرت فئة جديدة من الناس أطلق عليها السوفسطائيون، ودول اللي اتكلمنا عنهم في الفيديو السابق. وخلاصة فكرهم إن مفيش حقيقة مطلقة وكل شيء نسبي. فطلع فيلسوف يرد عليهم اسمه سقراط،
وأهم أفكار سقراط إن المعرفة هي الحقيقة المطلقة وبتيجي من داخل الفرد. اعتقد إن كل شيء في الكون متصل بالفطرة، وإن الإنسان لو استطاع معرفة حقيقة واحدة فممكن يشتق كل شيء آخر من الحقيقة دي، والمدركات العقلية عنده هي الأساس. وعند سقراط المعرفة هي الفضيلة، ومفيش شخص عنده علم ومعرفة ممكن يقوم بشيء خاطئ، وإن البحث عن المعرفة يقدر يخلي الإنسان يعدل سلوكه وفقا لذلك. ولو درس الإنسان موقف معين بشكل صحيح ومن زوايا مختلفة، فإن المسار الأكثر منطقية للموقف ده هيقدم له نفسه بكل وضوح، فيكون الشخص قادر على فعل ما هو صواب. وكان بيعتبر إن الحوار هو أداة اكتشاف الحقيقة وتحصيل المعرفة. وهنا ظهر ما يعرف بالمنهج السقراطي، واللي بيتميز بالتركيز على الحوار والمناقشة الفلسفية عن طريق استخدام ما يسمى بطريقة السؤال السقراطي. وده سؤال الغرض منه مش الحصول على إجابة، ولكن لإجبار الأشخاص على التفكير بشكل أعمق وتحليل الأفكار والمفاهيم بطريقة دقيقة. وكانت الطريقة عبارة عن مجموعة بيجتمعوا مع بعض ويفضلوا يسألوا أسئلة ويشوفوا الإجابات وينتقدوها، وهدف المنهج ده الوصول إلى الحقيقة وإثارة الاهتمام بالأخلاق والقيم. ويجي بعد سقراط تلميذه أفلاطون مؤسس أكاديمية أثينا. واختلف أفلاطون عن سقراط في أنه اعتقد أن المعرفة مش بتيجي من داخل الفرد ولكن من العالم المثالي. فأفلاطون كان يعتقد بوجود عالمين سماهم عالم المثل وهو العالم الكامل، وعالم الظلال وهو العالم المشوه أو عالم الأفكار وعالم الواقع. فالإنسان عند أفلاطون قبل وجوده في العالم المادي كان موجود في العالم المثالي، وهناك شاف كل حاجة مثالية زي التفاحة الكاملة والشجرة الكاملة والجمال الكامل والفضيلة الكاملة وإلى آخره. والحاجات دي اتحفظت في عقله، ولما جه للعالم المادي اللي هو العالم الظلال شاف صورة مشوهة وبدأ يقارنها في عقله بالصورة الكاملة للشيء. فمثلا عند أفلاطون لما بتقول الشجرة دي أفضل من الشجرة دي، ده لأنك في عالم المثل شفت الشجرة الكاملة، وأنت في عالم الظلال بتقارن كل اللي بتشوفه فيه باللي موجود في عقلك مسبقا من الصورة الكاملة للشيء وبتحاول تتذكرها. وبالتالي كان يعتقد أفلاطون أن المعرفة يمكن الوصول لها عن طريق التفكير والتأمل في الأفكار المثالية. جه بعد أفلاطون تلميذه أرسطو، واللي فلسفته فضلت مسيطرة لأكثر من 1500 سنة بعده، ولحد عصر قريب كانت فلسفته ما زالت هي المسيطرة ولحد دلوقتي بتدرب. واختلف أرسطو عن أستاذه أفلاطون في إنه اعتقد إن لا، مفيش عالم مثل ولا عالم ظلال، ولكن الإنسان يولد صفحة بيضاء، وكل ما يأتينا من معارف ومعلومات ناتج عما تلتقطه الحواس من العالم الخارجي. واعتقد إن العالم الحسي هو الواقع، وإن المعرفة يمكن الوصول إليها عن طريق الاستقراء والتجربة والمنطق. وكان بيعتبر إن الجوهر الأساسي للأشياء هو ما يميزها ويحدد طبيعتها. وهنا في شوية مفاهيم عايزين نوضح. أولا الواقع، والمقصود بالواقع هو عالم الشهود كما هو، اللي هو العالم اللي بتدركه بحواسك. تاني حاجة الحقيقة، وهي صحة ادعاء ما عن الواقع، فلو طابق الادعاء ده الواقع سمي حقيقة. مثلا لو قلت لك في مكتب في قطة ورحت اوضتك لقيت في مكتب فعلا، يبقى الادعاء ده اسمه حقيقة. تالت حاجة الجوهر، وده هو الشيء الثابت في الأشياء المتغيرة أو الصفات الثابتة في الأشياء مهما تغيرت أشكالها في الواقع. على سبيل المثال ممكن نقول إن جوهر الإنسان هو العقل، وده اللي بيفرق مثلا الإنسان عن الحيوان. وممكن نقول جوهر الكمبيوترات هي العمليات الحسابية، فمهما اختلف شكل الكمبيوتر ومخرجاته سواء صور أو نصوص فهي في الآخر عمليات حسابية. رابع حاجة عايزين نوضحها هي المفهوم، والمفهوم قريب من الجوهر، ولكن المفهوم هو الأفكار والتصورات المجردة الموجودة في عقل الإنسان عن الظواهر والأشياء. والمفهوم ملوش وجود في الواقع، ولكن هو صورة للشيء موجودة في عقل الإنسان فقط، وله صور مختلفة في الواقع. خلينا ناخد مثال اللابتوب للتوضيح. حضرتك عندك في ذهنك مفهوم لللابتوب هو مثلا عبارة عن جهاز كمبيوتر محمول. اللاب ده في الواقع ممكن يكون لونه أسود أو فضي، وممكن يكون مقاس 15 بوصة أو 17 بوصة، ممكن يكون جيل قديم أو حديث، لكن هو في الآخر عندك في تصورك حاجة اسمها لابتوب. مثال تاني لو قلت لك برتقانة، حضرتك عندك في ذهنك مفهوم أو تصور معين عن البرتقان، ولكن الواقع مختلف عن تصوره. فممكن مثلا تلاقي البرتقانة لونها برتقاني أو لونها أخضر، وممكن تلاقيها مسكرة أو مالحة، وممكن تكون حجمها كبير أو صغير، لكن هي في الآخر بالنسبة لك برتقانة. ومن هنا بيجي قاعدة الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. وخلاصة نظريات سقراط وأفلاطون وأرسطو في المعرفة إن سقراط كان يعتقد إن المعرفة الحقيقية تأتي من الفهم الداخلي للفرد، بينما أفلاطون كان شايف إن العالم المثالي أي عالم الأفكار هو مصدر المعرفة، وإن العالم الحسي مجرد تضليل للعالم المثالي. أما أرسطو فركز على العقل والمنطق،
وأكد على أهمية الملاحظة والتجربة في بناء المعرفة. وظلت نظريات وفلسفة أرسطو مسيطرة على العالم والعالم الغربي خصوصا العهد قريب، بل كان العالم الغربي فيما يسمى بعصور الظلام يعتقد إن مفيش داعي للعلم والبحث تاني لأنهم اكتشفوا وفسروا كل حاجة. ومع تبني الإمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية ثم ضعف الإمبراطورية وسيطرة القبائل الجرمانية على الحكم، دول كانوا حكام جهلاء، وقابل ده استحسان من الكنيسة في محاولة منع أي فكر مخالف لها واتهامه بالهرطقة. ودخلت أوروبا في عصورها المظلمة إلى عصر النهضة، وهنتكلم إزاي الانتقال ده حصل في فيديو تاني مستقل من السلسلة دي إن شاء الله. في الفيديو الجاي إن شاء الله هنتكلم عن المعرفة في ضوء الإسلام، ثم هنوضح بعدها أهم المدارس الغربية الحديثة وتصوراتها عن طبيعة ومصادر وحدود المعرفة. فانتظرونا إن شاء الله. في الختام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.